غزالة ايه؟ غزالة حمراء. ده ملخص امام عاشور في ماتش النهارده قدام اورلاندو. امام عاشور مش شايف قدامه حرفيا، زي ما يكون بيلعب النهارده عشان يخسرنا، زي ما انت شايف كده في اللقطات وملخص لمساته. الراجل ياخد الكوره يلعب الثرو وحش جدا، يا اما في الاوت يا اما على طول مقطوع من لعيب اورلاندو او مدافع اورلاندو. امام عاشور النهارده من اسوأ مباريات امام عاشور اللي شفتها ليه من ساعه ما جه الاهلي تقريبا. الراجل تايه في الملعب، لا بيدافع لا بيهاجم لا بيلعب سرعات صح، لا عارف يتحكم برتم اللعب ولا عارف يعمل اي حاجه. هل امام عاشور راضي عن نفسه على الاداء السيء جدا اللي بيقدمه وكان زعلان عشان كولر قعده ماتش على الدكه؟ طب انت كنت زعلان ما تلعب بقى يا كابتن. قلنا لك قبل كده كتير ان جو غزاله حمراء وتطلع للجمهور تعمل لهم كده ومش عارف ايه، والشغل ده مش هياكل عيش. شغل كهربا ده خليه على جنب وابعد عن كهربا وركز في الكوره وركز في الملعب. وكوره زي دي مثلا كان ممكن تخلص الماتش النهارده في جنوب افريقيا. كوره لو لعبها بالعرض لوسام او للعيب اللي جاي الناحيه الثانيه كان طاهر على ما اتذكر جول رسمي فهمي نظمي، لكن هو طمع فيها وحطها وحش جدا ولا سابها رضا سليم حتى اللي جاي من وراه، وضيع هجمه وانفراد وهدف تقريبا شبه مؤكد على النادي الاهلي. كوره بسبب انانيته وبسبب سوء مستواه. هل يحيى عطيه الله يستحق ان هو ياخد مكان على حساب علي معلول؟ هل ده باك شمال النادي الاهلي؟ هل الراجل عنده 29 سنه ولا 30 سنه يستحق ياخد مكان في قائمه الاهلي على حساب علي معلول اسطوره الاهلي؟ علي معلول اللي كان بيلعب لوحده تقريبا وبيلعب الفرقه وكان هو صانع لعب الفرقه رغم انه باك شمال. هل علي معلول ما يستحقش يكون متواجد على حساب يحيى عطيه الله؟ انا مش بقول يحيى عطيه الله وحش، ولكن مش الباك الفذ، ما قدمش ربع مستوى علي معلول ولا الهجومي ولا الدفاعي. علي معلول افضل من يحيى عطيه الله بمراحل، ويحيى عطيه الله سنه كبير مش سنه صغير، 30 سنه، يعني راجل قدامه سنتين بالكتير في الملاعب وهيبدا يشطب زي ما بتقولوا على علي معلول دلوقتي اللي بيلعب لو برجل واحده بيبقى احسن لعيب في الملعب واحسن لعيب في النادي الاهلي. تقييمات سريعه كده النهارده للنادي الاهلي. محمد الشناوي النهارده 8 من 10، عمل ماتش حلو جدا وشال اجوان كتير جدا. ياسر النهارده غلط غلطه، الكوره اللي طلع من قدامه الراجل حطها وحش جدا يا ياسر، 2 من 10. رامي ربيعه 5 من 10. يحيى عطيه الله ما اقنعنيش شخصيا 5 من 10. ناحيه اليمين عمر كمال قدم ماتش متوازن 6 من 10. مروان واكرم الاثنين عملوا ماتش حلو في نص الملعب 7 من 10 و8 من 10. امام عاشور زيرو يا كابتن، زيرو يا ابو الكباتن، وحش جدا مش موجود في الملعب النهارده خالص تماما. رضا سليم بالنسبه لي كان نجم الاهلي النهارده، عرضياته مؤثره، ما كانش معاه مسانده هجوميه، لو كان معاه مسانده هجوميه كان عمل خطوره، كان عامل جبهه دفاعيه حلوه جدا مع يحيى عطيه الله، عمل كم ترقصات رهيب، بيعدي وبيعمل اللي هو عايزه رغم ان الجو وحراره الجو كانوا صعبين جدا، ولكن عمل ماتش حلو جدا 8 من 10. طاهر النهارده مش احسن حالاته 6 من 10. وسام لسه الراجل راجع من اصابه مش هنقدر نحكم عليه بشكل كامل. حسين الشحات لما نزل اخر ربع ساعه بصراحه قدم ماتش مميز فياخد برده 7 من 10. ده تقييم سريع كده للماتش وتقييم سريع لكابتن غزاله حمراء كابتن امام عاشور. سلام.